الله يعطيكم العافية جميعا. إذا أنتم بتشوفوا الفيديو هذا هلقيت فمعناته إنه أنا استشهدت من مدة، فدائما ادعوا لي بالرحمة. الله يرحمني ويغفر لي يا رب، ويعملوا عني صدقات جارية عشان أرتاح وأنا في القبر يعني كما فيها. المهم أنا بصراحة حاب أحكي لكم شوية شغلات وأوصيكم بشوية شغلات وأوجه رسالة لبعض ناس وبعض أشخاص. يعني في البداية خليني أوجه رسالة لأهلي، أبويا اللي دايما سندني ودايما وقف معي، دايما كان هو الدرع الحامي. أبوي الله يخلي لنا إياك، ما تزعل إنه أنا استشهدت، بالعكس أنا رفعت راسك وأنا سرت على الطريق اللي أنت علمتني إياه. فالله يرحمني يا رب، يغفر لي وادعي لي بالرحمة يا حبيبي، ما تزعل والله، افتخر فيا وارفع راسك. أمي حبيبتي الله يشفيك ويعافيك يا رب ويرد لك صحتك وعافيتك. بعرف إنه أنت بتحبيني كتير، بنفس الوقت بعرف إنه أنا غلبتك كتير، لكن والله إني بحبك كتير، أكثر حدا بالدنيا بحبه. الله يخلي لنا إياك، إنك تشفق راسنا ويشفيك ويعافيك يا رب. ما تزعل علي، بالعكس ارفع راسك فيا، افتخر إن ابنك شهيد. أخواتي بحبكم كتير، دايما كنا نتقاتل أنا وياكم بس على طوش الإخوة فما عادي يعني. كتير بحبكم، ميساء، إسراء، ياسمين، ديروا بالكم على حالكم، الله يبسطكم في حياتكم. الله يا رب يكي يديم السعادة والسرور عليكم يا رب وعلى بيوتكم إن شاء الله. الله يحن عليك يا حبيبتي يا ياسمين ويجبر خاطرك. أخويا ناجي مش عارف شو أحكي، كان نفسي تطلع من السجن وأشوفك، بس قدر الله وما شاء فعل. أنت حتطلع من السجن حتفتخر في أخوك، حتفتخر إن أخوك شهيد في سبيل الله، سبيل تحرير الوطن. أخوي علي، ما بدي أوصيك على أهلك، أنت لقيت الراجل الوحيد عندنا، فدير بالك أبويا، دير بالك أخواتك، كون حنون عليهم يا حبيبي، أنت راجل معتمد عليك، دير بالك يا حبيبي. مرت أخويا وبنت أخويا سارة ورندا حبيبات قلبي، كان نفسي أضللكم عشان أفرجيكم لعمي الحنون، لكن معلش يا حبيباتي، أنا لحقت درب سيدكم درب خالكم. الله يخلي لنا إياكم، إن شاء الله تكبروا تفتخروا بخالكم طول الوقت إن شاء الله. عمكم أسف مش خالكم، عندي مشكلة في النسب. المهم أما الرسالة اللي أوجهها لكم